ازيكم يا شباب؟ النهاردة نعمل تاني فلوج ازاي بكمل بيتي. طبعا أول حاجة بحب أسمعها القرآن، وبحب أسمع الشيخ منصور السلمي جدا يعني. الله يبدأ الخلق ثم نصلي الفجر يعيده ونكمل الفلوج. خلصنا صلاة، نقرا الورد بتاعنا بقى. بس كده الحمد لله خلصنا الورد بتاعنا. نطلع بقى نشوف الشمس برا عاملة ايه. الجو روعة ده. الجو ده جامد، أحلى وقت أتذكر فيه دلوقتي. خش جوه، خش جوه. عايز يجيبني. يا عم خش جوه يا عم. خش بقى نذاكر. عشان نذاكر في هدوء عشان الكلب ما يقعدش يهوهو علينا. كده الدنيا تمام اوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة قبل ما نذاكر لازم نعملها، لازم نكتب اهدافنا ايه في اليوم ده، او هنعمل ايه في اليوم ده عشان نحقق اكبر قدر ممكن نستفاد بيه. فلازم نكتب اول حاجة احنا هنعمل ايه او هنذاكر ايه، او المذاكرة اللي علينا، الواجبات كده، ونعملها في اليوم عشان نكون مستفيدين اكتر باليوم. بعد ما كتبنا الاهداف يلا بينا نبلش فيها. هنبدأ اول حاجة مراجعة الكيمياء. طبعا مستر محمد عبد الجواد يعني التوب بتاع الكيمياء، يعني انصح اي حد اولى سنه او تانية سنه او تالتة ثانوي يتفرج عليه. مستر حلو يعني كويس. كنا زمان بنعملها كده A B زائد C D. كنا نقول ال A هياخد C وال C هتاخد ال D. مجرد ما عملت البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، دي ما فيهاش مشكلة ولا في مشكلة؟ سواء بقى كانت حمض وقاعدة، حمض وملح، ملح وملح، أي A few moments later. أساسية. طبعا كده مستر محمد عبد الجواد خلص. نبدأ بقى نتعلم مهارة تفيدنا في المستقبل، يعني تفيد الواحد لما مثلا يطلع يشتغل مثلا، او مهارة اللي هي المهارات القادمة او المهارات المستقبلية اللي هي زي لغة البرمجة ال HTML. وانصح واحد يعني او احسن واحد بيدي كورس لغة برمجة HTML
وعبد الرحمن جمال. يعني ده الصراحة بيشرح لك بالتفصيل، تفصيل ممل كمان. منزل كورس HTML وكورس CSS، فانا بتعلمهم يعني. لو اشتغلت في المستقبل، دخلت كلية حاسبات ومعلومات او ما دخلتش، بس احاول اتعلم حاجة لنفسي. هي مشروع لنفسي، اعمل مشروع لنفسي، اعمل حاجة لنفسي انا قدام. ممكن اشتغل في العمل الحر كمان بيها. المكان ده هو اللي انت بتحدده عندك في ال HREF او هايبر تكست ريفرنس، او المكان اللي انت عاوز توجهه للمستخدم، اللي هي النقطة التانية. هنا انت بتكتب المكان اللي انت دلوقتي عاوز توجه للمستخدم. تعالى دلوقتي لما نوجه المستخدم مثلا A few moments later. من خلال ال A. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، ويكون شرح سهل عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم. بس احنا كده خلصنا عبد الرحمن جمال، كده خلصنا كيمياء وخلصنا الكورس HTML. يعني احنا كده انجزنا حاجتين في اليوم. باقي كام حاجة؟ باقي 3 حاجات. باقي مراجعة انجليزي ومراجعة فيزياء، والعربي هنراجع عليه. يعني 3 مراجعات. نستريح شوية ونقوم نكمل. هنبدأ بقى نراجع الجرامر بتاع الانجليزي، ونشوف في الدنيا هتعمل ايه معانا. A few moments later. بس خلاص خلصنا مراجعة انجليزي، ونقف لحد هنا. واحلى حاجة في الصحيان البدري اللي انت بتكون سابق الناس بخطوة. يعني انت مخلص جزء كبير قوي من يومك، والناس تقريبا لسه مصحتش من النوم. يعني ده حاجة حلوة ليك وحاجة مفيدة لجسمك الصحيان بدري. ناس هتقول لي طب احنا بننام الساعة 2 بالليل، بننام الساعة 1 بالليل. اقول لك طب ما تنام بدري. ما انا كنت زيك والله، كنت بنام الساعة 2 بالليل و1 بالليل، بس اتعودت. خدت وعد على نفسي ان انا لازم اصحى بدري وانام بدري عشان جسمي يستفاد بالنوم. يعني انا بنام الساعة 10، بصحى الساعة 6، بنام 8 ساعات، جسمي بيستريح جدا بالنوم، بصحى فايق، بصحى كويس، نشيط. بذاكر، يعني بخلص كل حاجاتي الصبح والناس لسه مصحتش، بكون مبلش جزء كبير قوي من يومي، وبكون مبسوط جدا. يعني دي حاجة انا فرحان بيها اللي انا بعملها. فانت حاول، هتيجي معاك. يعني ما بتجيش من اول مرة، النجاح ما بيجيش من اول مرة، ما بيجيش من لحظة. انت بس اغتنم الفرصة دي، وان شاء الله ربنا يوفقك. طبعا وانا براجع العربي، راجعت النموذج اللي اداني المستر، نموذج وزارة، فاستوقفتني قصيدة كده لامرؤ القيس. يعني القصيدة كلها ألغاز، تحس ان هو بيقول تعويذ، ما بيقولش قصيدة اصلا. يعني بص غلطت كام غلطة. 1 2 3. 1 طلعت صح، غلطت 4. 4 و3 طلعوا صح. المقالة دي واحدة صح، والاتنين الباقيين صح. يعني كام غلطة كده؟ 2 3 4. غلطت 4 غلطات، والباقيين كلهم طلعوا صح. الحمد لله، يعني نجحت في النموذج ده. بس القصيدة فيها كلمات كده اللي هو الواحد اصلا مش عارف. يعني اجش دي، هي المفروض اجش. لا، هي اجشو. اجشو. اجشو دي يعني غليظ، بصوته اجشو، يعني صوت غليظ. في هنا عسيب، ليها جذوع نادرة. نادرة ثم جفت، اللي هي كان فيها مية يعني وجفت. في بقى قصيدة تانية، دي يعني أسهل نسبيا. دي كانت واجب فأنا حليتها، بس يا رب تطلع صح بقى، ما تطلعش زي اللي قبلها. بس كده خلصنا مذاكرتنا وخلصنا واجباتنا. ننزل نفطر ونشوف هنعمل ايه في اليوم بتاعنا. باي.